اهلا وسهلا بكم يا شباب. معانا النهارده حلقه جديده، والنهارده هتكون معانا تفتيح باكجات. انا متحمس جدا بصراحه، لان دي اول مره تقريبا افتح معاكم باكجات، فانا متحمس جدا للتجربه دي. احنا لازم نختم الباكج ده النهارده. انا عندي دفاع كويس، بس يعني نزود الخير خيرين. وزي ما انتم شايفين كليني وكارلوس بويول وبيتر تشيك، ثلاثه اجمد من بعض، حارس مميز جدا، وارقامهم يعني تغني عن ده كله. طبعا ده قبل التطوير وقبل كل حاجه. هيعدوا بجد، سواء كلين او كارلوس بيول. ف انا متحمس بصراحة للتجربة دي. وبالمرة نظبط الدفاع. احنا الدفاع عندنا مش وحش، بس يعني زي ما قلت لكم نظبط الدنيا اكتر. ده من غير البوسترات التانية ولا اي حاجة. نودي اول واحدة بس ب100. اللي بعده نودي كمان واحدة ب100. انا حظي سيء جدا على فكرة يا جدعان، يعني انا زملكاوي وحظي سيء، فمش هستنى اي حاجة يعني بصراحة خرافية. فاحنا لازم نختم الباكج دي عشان يطلع لنا حاجة كويسة، لكن غير كده مش هنعرف يعني. نودي واحدة ب900. لا احنا هنودي 900 كتير. دي هايلايت يا جدعان، دي واحدة هايلايت. طيب ماشي، نودي واحدة كمان ب900. خلاص يعني ماشي. هايلايت كمان، عايزين بقى حاجة. ماشي ماشي. طيب اللي جاية، طيب اي حاجة. انا عارف ان حظي سيء، بس يعني مش للدرجة دي. كفاية يا جدعان، انا تعبت. ماشي. برضو هايلايت. نودي واحدة كمان، دي بحظ واحد صاحبي ادهم. الراجل ده بيشجعني على اي حاجة بصراحة، ومعايا في الكومنتات ومعايا في كل حاجة. دي بحظ ادهم. وفي واحد كمان بس اللي بعده. للاسف يا ادهم، للاسف يا ادهم. اللي جايه دي بحظ واحد صاحبي برضو اسمه باعي. دي بحظك يا باعي. لا يا باعي، لا 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 لا. ايبك. كليني سنتر باك، يا كليني بيول يعني. ماشي. اللي بعده، اللي بعده. باعي انا بحبك يا باعي. كليني. حلو قوي، حلو قوي. طيب احنا فتحنا تمام. باعي تسلم بجد. حظ مين بحظ مين، لان الحظ يعني هيظبط معانا شويه. بحظ ابانوب صاحبي، ابانوب لطيف. ما تقولش بيول. لا 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 يا بوب، لا يا بوب، لا يا بوب. لا 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 لا. انا حظ اصحابي اجمد مني انا شخصيا. طيب احنا كده معانا كليني ومعانا كارلوس بيول. انا لو كنت عارف كده كنت فتحت من حظ اصحابي من بدري. كده مش ناقص معانا غير بيتر تشيك. فنكمل ولا ايه رأيكم؟ احنا ممكن نفتح الفتحة اللي جاية يعني، ممكن تظبط معانا، الله اعلم. طب دي بحظ مين؟ مش عارف بصراحة. ما هو دي بحظ مجدي. طيب واحد برضو من صحابي بيعمل لي كومنتات على طول، ومتابعني. فدي بحظ مجدي. على خير. مش مسامحك يا ادهم، مش مسامحك. للاسف يا مجدي، ما ظبطتش معانا المرة دي. اللي جاي دي بحظ انا. طيب بحظ انا. ها، انصفيني. مش عايزة تنصفني يا جدعان، مش عايزة تنصفني. انا مش قلت لكم انا حظي سيء؟ بيتر بقى، بيتر.
بيتر بقى. عثمان ديمبلي بس النسخة اللي تعبانة دي. ماشي، ما هو لازم اجيبه، ما خلاص ما فيش غير 58 لاعب بس، فاحنا لازم نخلص عليهم كلهم. لا مش هو ده، لا انا عايز جول كيبر التاني، مش ده. خلاص قربنا نخلصهم. كفاية بقى، كفاية بقى، كفاية بقى. هايلايت. هو ده اللي ناقص، ده اللي ناقص من وسطهم كلهم. بيقولوا ان اجمد حارس، انا ما اعرفش، ف يلا بينا. كفايه بس خلاص، ختمناها، ختمناها. ايبك جول كيبر بيتر تشيك. ندخل بقى نلعب ماتش، نشوف الدنيا تمشي ازاي، ونجرب اللعيبه دي. ودي يا جماعة الأرقام المرعبة بتاعة المدافعين. زي ما انتم شايفين، وعي الدفاع 103، قطع الكرة 102. تقريبا دي أول مرة ألعب بمدافعين كده. أرقام فعلا خرافية. ممكن نلعب في أي حاجة تاني، بس يعني أنا شايف إن دي أنسب حاجة عملتها. نفس القصة على كارلوس بويول. الالتحام الجسدي 95، وعي دفاع 103، قطع كرة 99، شراسة 103، احتكاك دفاع 102. فأنا شايف إنها أرقام حرفيا داهية. بالنسبة لبيتر تشيك، حارس مرمى 100، مساك 90، 92 صدات، 96 ردود أفعال، 97 بلوغ حارس مرمى. أرقام فعلا جامدة جدا. فأنا بصراحة مش ندمان خالص إن أنا فتحت على الباكج دي. ولو هتاخد رأيي، لا انت دوس في حاجة زي كده ويستاهلوا بصراحة. طيب يا جدعان، كده بعد ما احنا طورنا اللعيبة بتاعتنا، كارلوس بيول 105، كيليني 105، بيتر تشيك 105. وبس لسه فاضل البوستر بتاع بيتر تشيك، ونكون كده كله كومبليت. ختمنا الباكج وعايزين نجرب كده اللعيبة، نشوف الدنيا هتمشي ازاي معاهم، ونشوف الاداء هيكون ازاي. هل هيفرقوا معانا ولا مش هيفرقوا؟ هنشوف. نلعب ماتش. ما تنسوش تعملوا لايك يا جدعان وسبسكرايب لو انت حابب تشوف المحتوى بتاعي، او مهتم انك انت تحضر المحتوى ده. برضو ما تنساش تعمل تفعيل الجرس لو انت حابب ان كل حاجة تنزل توصلك على طول. جلطة سراي تركي، ربنا يستر. معروفين الاتراك لعبهم ازاي. ممكن نلعب دي بروين النهارده بس، وننزل بافل نيدفيد الشوط التاني، ونلعب فينيسيوس قدام. تعالى كده. شوف الباشا بيلعب بمين. ماركو فان باستن وراؤول. يعني ماركو فان باستن ده وحده داهية، ما بحبش العب قصاده بصراحة، وما عنديش، بس هنلعب عليهم برضو. هنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. تمام، هو جاهز وانا جاهز، على بركة الله. كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا هذه اللحظات؟ بينية جميلة، يا إلهي على المرور، يقطع الكرة بشكل رائع. عليه لا يلوم إلا نفسه على ضياع هذه الفرصة. كانت هجمة واعدة لكنه تأخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد، يقطعها في الوقت المناسب. شوف الدقة في هذه التمريرة، يا لها من فينيسيوس جونيور.
ضربهم كواهم انا بحب اي لاعب سريع، اي لاعب سريع ينجزك. يسجل ويزيد من اهدافه ويوصل هدف رقم 20 بكل هدوء، وضعها في الشباك بدون تردد. يترك مثل هذا امام المرمى، يا له فرصه كبيره الان. يعني ده انا قلت خلاص هدف. ماشي. بينية تمر، توغل وفات الان. كليني عاش. كليني يشتت الكرة. فينيسيوس جونيور. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ماسيمو أودو، فان باستن. ماسيمو أودو. لا لا لا، ازاي عدى منك دي؟ عدى وتوغل هنا، خطيرة هنا. ازاي عدى منك دي؟ الكرة في المرمى، روعة واحتفال بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي اسيست رائع لهذا. تدخل بدني من اجل استعادة الكرة من جديد. قوية من راؤول بتدخل سليم وحاسم. كان امر حتمي وطبيعي ان يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه ان يلعب بشكل جماعي اكبر. لعبة خطيرة. هي بتبان والله العظيم، بتبان انها هدف. ماشي ماشي. انا كده كده برضو دي بروين مش حاسه في الحتة دي كويس، بس يعني اتمنى بافل نيدفيد ينصفني فيها. الركنية ضاعت والان نشوف فرصة مضادة. تحول سريع في الملعب. عاردا جولير. رايكارد. ما تاخد معاه التو طيب. فان باستن. بدوسي. جودة كبيرة في تمرير الكرة. يا ابني ادي فينيسيوس يا ابني. اللعيبة اللي بتختار الصعب دايما. وان بيساكا عينه على الكرة دائما هنا. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. هيدي له التو هيروح، يعني هي الاب مفيش ابسط من كده. راؤول باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. هل تمر الكرة؟ كرة أرضية من فان باستن. الماتش صعب وحاسس فيه تقل كده مش طبيعي فيه، مش فاهم ليه. تستأنف المباراة بقرار الحكم. البينية رائعة تمر. تأخرت ليه؟ تأخرت ليه؟ ليه أخرت نفسك؟ يا سلام على هذا الاعتراض. أنت كنت رايح صح. تمريرة جميلة الآن. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. بص بيدي البعيد ليه؟ طب ليه بجد ليه؟ راؤول. بافل نيدفيد. ميسي. هنا فرصة. فان باستن لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. راؤول. كليني يتعرض لالتحام قوي. والله بسيط. يعدي إلى منطقة الجزاء. تسديد. والله العظيم بسيط، بس النت. الكرة في المرمى. أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. تمريرات قصيرة رائعة وسريعة. فرصة الآن. بس خلاص هو سكريبت، والله الماتش سكريبت، لأن في حاجات غريبة بتحصل. دي كلها أهداف جد. هالاند. طيب يا عم شكرا. يلعب الكرة مباشرة كمان. كان في حالة توهان. ايش البنج عالي، مش عارف عشان بلعب التركي ولا ايه، بس يعني البنج عالي. بس خلاص والله بجد يعني بافل نيدفيد دي دايما بيجيبها اهداف. الان محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم.
فينيسيوس جونيور. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كيليان امبابي، نيدفيد، مساحة المسافة وأيضا مرتدة، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. ميسي، كرة بينية جميلة. امبابي، يا سلام بيحصل مش طبيعي. يا سلام على هذه الفرحة. الكرة يا جماعة يا عم انجز يا عم. جنونها. الله الله على ليه ده هذه كله؟ المباراة، هدف التعادل نحب أن نشاهدها دائما. تبدي نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس قوية من نيدفيد. حط مارادونا. موسيالا الآن فرصة للهجوم المرتد، تمريرة بدون تركيز. فرناندو توريس، هتقطع. واضح من شراسة الفريق أمام المرمى أنه يريد الخروج منتصرا في الدقائق الأخيرة. لعبة رائعة الآن. كارلس بويول بلا تردد، تدخل رائع، دقة كبيرة متناهية في التمرير. يلعب كرة طويلة. يا جدعان انتوا بتلعبوا الصعب ليه بجد؟ انا لاعب لتحت، انت ايه اللي وداك لفوق؟ طيب شكرا يا عم. يلعبها خلف الدفاع، خطيرة جدا. الانهاء ماشي يا مالك، بس بجد في بطء، مش هتلاحظوا ده ابدا. اكمبر العب 16 دفاع، ده نزل لي مبابي طب انا لازم اجدد برضو الدماء قدام. هنزل كريستيانو ولا نزل ماشي كريستيانو. والآن عملية التغيير، كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب. واضح أن هناك نية لتطوير تحسين الخط الهجومي. جرأة كبيرة من المدرب هنا، اللي واضح أنه يؤمن بأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. متفوقون بفارق هدف وحيد. تمريرة خلف المدافعين. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. روح كريستيانو رونالدو في وضع كريستيانو رونالدو. تمرير خش فرصة من جديد. اللي بيحصل ده مش طبيعي والله العظيم. هدف يشعل هي دخلت هدف بس يعني دي كلها اهداف. التفوق واضح، الاهداف تتواصل. يا عم بطلها بقى الحركة دي. في مباراة كبيرة، كرة ذهبية لا يمكن ان ترفض الهدية. تستغرب صراحة هذا الامر، لا اعرف كيف ترك الدفاع وهم يعلمون جيدا قيمته كلاعب هداف لا يخطأ امام المرمى. نتيجة المباراة اصبحت محسومة الان بكل تأكيد. جاك ويلشر، رونالدو، يقظة في الدفاع. مش هتجيبها ليفاندوفسكي، بيترتشيك. تدخل حاسم من الحارس وينتهي الماتش. تقييم للدفاع هو مختبرش بصراحة، بس يعني بيبان من سرعاتهم، بتلاقيه مع المدافع بتلاقيه ما بيخسرش الكرة من رجله. لا انا شايف ان ادائهم كويس، يعني الاحصائيات بس مبينه كل حاجه بجد. لو رجعتوا للماتش هتلاقوا ان في هجمات كده غريبه بتضيع، بس الظاهر كده اللعبه حست ان انا لا ان انا مهاجم فعلا وعملت كل حاجه في اللعبه، فقالت لا يفوز. بس لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. استنى تعليقاتكم، لو حد عنده اي استفسار لاي حاجه يكتب لي في الكومنتات. بس ما تنسوش اللايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك، دوس على اللايك عشان ريتش الفيديو يعلى. ولو حابب تشارك الفيديو ده مع اي حد صاحبك ده شيء يشرفني طبعا. واشوفكم في حلقه جايه، واشوفكم في تفتيح باكج كمان جديد. سلام.